احنا كمان شوهنا مفهوم الرحمة بالكامل، الرحمة مع نفسنا والرحمة مع أولادنا وأهل بيتنا. النبي العظيم القائد الأقوى المدعوم من السماء عاش سنة كاملة متسمية في التاريخ بعام الحزن، سنة فقد فيها أقرب الناس لقلبه وسنده في الدنيا. زوجته السيدة خديجة اللي كانت حضنه الدافي، وعمه أبو طالب اللي كان درعه في وش قريش. النبي عاش وجع الفقد ده بتفاصيله القاسية. وقتها راح الطائف يطلب الحماية، فضربوه بالحجارة لحد ما نزف، وقعد تحت الشجرة يناجي ربنا بقلب مكسور. النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش لنفسه أنا نبي وما ينفعش أضعف قدام الناس، ما كبتش مشاعره ومثل دور البطل الخارق. ولما ابنه إبراهيم مات بين إيده، النبي بكى، دموعه نزلت قدام الصحابة من غير أي كسوف، وقال بصوت كله حزن: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. النبي هنا بيدينا رخصة إلهية للوجع والحزن البشري، بيقول لنا إحنا بشر، لحم ودم ومشاعر، من حقكم تعيطوا وتضعفوا وتنكسروا لما الدنيا تدوس عليك، ومن حقك تحزن على اللي راح منك وتاخد وقتك من غير ما حد يزايد على إيمانك أو يتهمك بالنقص. لكن مجتمعنا بقى النهاردة بيعمل إيه في أولاده؟ بيشغل المفرمة النفسية باسم الدين بكل قسوة. لو شاب قال أنا مكتئب وحزين ومش قادر أكمل، نجلده ونقول له انت ايمانك ضعيف، او نقول له ده غضب من ربنا عشان ما بتقراش قرآن، او الكليشيه بتاع ما فيش راجل بيعيط. بقينا بنستخدم الدين كسلاح بنأنب بيه الضحيه، حرمنا على الناس تحزن براحتها وتعيش وجعها بسلام، وخلينا الاكتئاب والمرض النفسي كأنه وصمة عار.